السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا الصيف هذا وكنحتاجوا ليا وصفات خفيفه تكون ظريفه وتكون منسمه. ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المايونيز صحي ولذيذ وبنين بزاف وبلا بيض. كيجي ما نقولش لكم تيجي ولا اروح. وغادي نسموه ان شاء الله بثلاث منسمات كيف ما كتشوفوا قدامكم. والمايونيز الاصلي هو هذا، كيجي عاقد وكيجي خاسر وانتم كتحكموا في الختوريه ديالو. كيجي لذيذ فوق هادشي كله لذيذ. نمشيو المكونات الطريقه مع بعضياتنا. بسم الله وعلى بركه الله. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا واحد الحبه ديال البطاطا، ولا ممكن ديروا حتى جوج، المهم ما تكون ما كبيره ما صغيره. غادي نحتاج يعني غادي نقشرها. النوع ديال البطاطا اللي عندي هذا النوع ديال الفريت، ماشي داك ردوا بالكم. حتى ديك البطاطا الا كانت بيضاء البيضه ماشي مشكل، اما متقشره ولقيتيها صفراء عارفين غيجيك المذاق خايب. كنقطعوا البطاطا طريفات صغار باش داغي طيب لينا. تديروا شويه د الملحه والماء، تنديروا الماء الكافي فاش غادي تسلق، ما كنديروش الماء بزاف. شوفوا هنايا علاش، لاننا ما غاديش نصفيوها، لان كتطلق داك النشا في الماء بلا ما نضيعوه. هو كتشوفوا قدامكم. صافي كنخليها تبرد واحد شويه، كنجيبوا الخلاط كنديروها في الكاس. طبيعه الحال غادي نزيد عليها واحد 3 د الفرماجات، اي نوع الفرماج تتبغيو. غادي نزيد زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون اللي بغيتو، معلقه، 2 معالق، 3 د المعالق، بغيتو 4 كاس، بغيتو نص كاس، نتوما كتحكموا فيه. انا درت 3 المعالق. كندير شويه د الملحه، ما نساوش البطاطا راه مسلوقه في الملحه، ما نساوش الفرماج راه مالح، يعني غنزيدو غير شي شويه. راس معلقه ديال الابزار. قلنا بطاطا راه درت حبه متوسطه، ما كبيره ما صغيره، وممكن ديروا جوجات صغار. وغادي نحتاجو كاس ديال الحليب، كاس عنبه، كاس عنبه ديال الحليب. غادي نضربو كلشي في الخلاط، ونفس الوقت غادي نخليو غنحتاجو واحد الكاس ديال الحليب اخر حدانا. ما غاديش نحتاجوه كله، وانما غادي نحتاجو منه واحد الكميه. هنا غادي نطحن كلشي كيف ما كتشوفوا. انا ما غاديش نقطع الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش وجدت هاد المايونيز هذا. كنطحن مزيان. شوفوا راه كيبان لكم راه كيعقد لدرجه عقاد. شوفوا راه عقاد بزاف لدرجه انه ما كدورش من كتر داك الثقل ديالها، ما كبغاتش تدور ديك البطاطا، ولكن راه طحنت. يعني هنا كنتحكموا فيها بالحليب. غادي نزيدو فيها الحليب، العكس ديال المايونيز الاخر اللي كنعرفو ديال البيض كنبقاو نزيدو الزيت، وهذا شويه تيكون شويه خطير على الصحه. هنا غادي نتحكموا فيها بلاصه الزيت غادي نديرو الحليب. شوفوا الختوريه ديالها، شفتوها خاسره بزاف. هنا كنتحكموا بالحليب ماشي بالزيت. صافي حنا درنا الزيت راه نسمنا لما فيه الكفايه. هنا غتشوفوا غادي نزيد تقريبا نص كاس. نتوما غادي تحكموا، انا على حسب البطاطا اللي غديروا. ما عرفتش البطاطا شنو اللي غديروا، المهم انا وريتكم. درت بطاطا متوسطه، إيه، ما كبيره ما صغيره، متوسطه. ممكن نتوما تحكموا تخدموا غير بشويه بشويه تلقاو داكشي اللي بغيتو. هنا كطحنت مزيان. شفتوها دابا راه عاد كدور، طحنتها مزيان. هنا عندي عصير ديال ممكن هنا درت حامضه. هنا عصير ديال ديال حامضه. غادي نطحنها مزيان. شوفوا راه كدور دابا بعد ما خففت. خفاف المايونيز ديال البطاطا راه بدا كيدور. شوفوا الشكل ديالو راه خاسر، واخا تشوفوه هكا مطلوق. هو كل ما بردت كل ما كتختار تزيد تعقد. هنا كيف ما قلت لكم، هنا نتوما كتحكموا فيه. غادي نقسم هاد المايونيز باش ندير لكم واحد 3 د النسمات رائعين
وصحيين وموجودين في المنزل، موجودين داكشي اللي عندكم في الدار ديروه، اللي في الدار. شوفوا تبارك الله الختورية ديالو وباقي فاش غيبرد في الثلاجة غادي يزيد يختار ما شاء الله. صحي يعني ما فيش الزيت بزاف. هنا بالنسبة الزلافة الاولى اللي غادي نسموها غنحتاج هنا واحد الجزرة اللي متوسطة بطبيعة الحال مقشرة ومغسولة، وغادي نحكها في ديك الحكاكة الرقيقة رقيقة بزاف. انا خاص يخرج ليا خيزو دايب محكوك مزيان شفتوه، يعني غنحتاج منه واحد المعلقة كبيرة، معلقة كبيرة ديال جزر محكوك مزيان، ماشي ديك الحكاكة الغليظة، المهم ديك الحكاكة الرقيقة بزاف. غنحتاج واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة الحارة، الهريسة الحارة دي هريسة منزلية كنصايبها في الدار. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها، صدقوني المايونيز بالجزر تيجي اروع مما يكون، هو مذاق رائع، ما كيبانش فيه الجزر لانه محكوك مزيان. هنا الوصفة الثانية غادي نحتاج ليه، هنا عندي المعدنوس والزيتون الخضر، طحنتهم مزيان، معدنوس داك الزيتون بالعظم طحنتهم مزيان مزيان. وهنا ممكن ديروا اضافه ديال زيت الزيتون، تزيدوا هنا زيت الزيتون اللي بغى يديرها يضيفها. المكون الثالث هنايا شوفوا الختوريه ديالها، كل ما كيبرد كل ما هو كيزيد اعقاد. ممكن تخليوه بيض بحال هكا، ولكن اللي عزيز عليه زيت الزيتون غادي نزيدو له زيت الزيتون. غادي نزيد واحد الفص ديال الثومه حتى هي محكوكه رقيق رقيق مزيان، ما خصهاش تبان لينا، حتى هي كتجي واحد المذاق رائع. وشويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو غير بين يديا. شفتوا هنا الزعتر، زيت الزيتون وفص واحد ديال الثوم، كنخلط هادشي مزيان. هنا ممكن اللي عندكم حتى الزيتون الكحل حتى هو طحنوه وزيدوه. هنا المكونات كيف ما كتشوفوا كلها محبوبه وكلها لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. هذه اللي كتشوفوا ديال الجزر والهريسه الحاره رائع ما شاء الله، مذاق تيجي غيجي مع البطاطا ولا اروع. هنا ديال الزيتون والمعدنوس، الزيتون قلنا اللي بالعظم والمعدنوس مطحونين مزيان. وهنا المايونيز بزيت الزيتون وشويه الزعتر والثوم كيجي رائع ما شاء الله، منسمات لذيذه. وممكن تخليوه في الاصل ديالو، تقدموه في الاصل ديالو اللي كيبقى هو تا هو لذيذ رائع وما تشبعوش منه. هنا ممكن تقدموه مع اي وصفه عندكم. شوفوا راه كل ما كيبرد كل ما تيزيد يعقد ويوقف، كيزيد يتقال، الشكل ديالو تيجي رائع. كنتمنى تجربوه في الوصفات ديالكم وتردوا عليا الخبر. ما تنسوناش من التشجيعات ديالكم ومن اللايكات ديالكم. كيف ما كتشوفوا انا كنزين به الطبق ديالي. هاد المايونيز الحار ممكن ديروا معاه سلطه ديال البطاطا كيجي رائع حتى هو. ان شاء الله من هنا لقدام الصيف باقي طويل وغادي نشوفوا وصفات كثيره بهذا المايونيز اللي جمعنا اللي درنا اليوم. شوفوا ها هو الشكل ديالو كيفاش تيعقد، شوفوا الشكل ديالو كيعقد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم والشكل ديال المايونيز تا هو يعجبكم. نقول لكم صحه والراحه والى اللقاء، بسلام عليكم.